مرحبا، اليوم لكم حسن رجعت لكم بهذا الفيديو. بهذا الفيديو هو كيف تعمل إذاعة بنفس الوقت، تقدر تسجل صوتك وتبثه إذا تريد مباشر أم لا، وتشاركه يعني بالفيسبوك أو تويتر وإلى آخره. ندخل على البرنامج هكذا. إذا تريد تسجل تروح على الإعدادات، وراح يطلع لك هنا بهذا هنا فوق راح يطلع لك إذا يعني تريد تسجل عبر الفيسبوك أو تويتر، إذا تريد تسوي حساب جديد. مثل أنا يعني سويته على الفيسبوك. هسه هنا ندخل البرنامج. البعض يعني من راح يدخل البرنامج ما راح يعني يسجل عنده، ما راح يطلع صوته، بس تشتغل هذه نفس جاي تلاحظون يعني مال تصفيق وهكذا. راح يعني البرنامج أول ما يبدأ على هذه، فأنت تحوله على إنه على المود يسجل عندك، بس من تحوله على هذه راح يطلع هكذا. وترجع على إنه راح يسجل. هسه أنا ما أقدر أسجل لأن يعني إذا أصور مثلا، إذا تريد يعني أكو طريقة هذه هم حلوة بها أثناء يعني التصوير، العفو أثناء التسجيل تقدر تضيف يعني الصوت وين أنت جاي تسجل. مثل يعني تضغط على هذه وتقدر هنا بالموسيقى وضيف موسيقى. مثلا أنا هسه ما أقدر أصور، يعني حتى لو أصور ما راح يطلع الصوت، ما يطلع الصوت. المهم مثلا أنا عندي هذا الصوت. حسن 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 حسن. نفس ما جاي تلاحظون هذا الصوت. مثلا إذا أتيد تنشره على الفيسبوك، تعطيه مشاركة، تنشره على الفيسبوك. مثل ما أسوي عام أسوي أنا فقط، تعطيه نشر. هنا يقول لك مثل تم النشر. روح الفيسبوك، أدخل على صفحتي الشخصية. هذا نفس ما جاي تلاحظونه، بس أنا سويته أنا فقط يعني مو للجميع. هذا الصوت نفس ما جاي تلاحظونه. ما أعرف جاي يشتغل عندكم أو لا. حلو. هذا هسه أنا وقفته يعني تنتظر بعد تحميل. المهم يعني هذا الفيديو نفس شفتوا الفيديو اشتغل، ويقدرون يعني هم من هذا الصوت يقدرون يعني يراسلونك. المهم شباب، هذا الشرح كان اليوم. إذا عجبكم الشرح لايك.